إذا كان معك ربع تيوتا أو شاص تيوتا فلا تسوي هالحركتين أبد في النفود، لأنها راح تسبب لك مشكلة. قبل بداية المقطع يا جماعة الخير أتشرف بإضافتكم ومتابعتكم على البرنامج الأصفر، فحياكم الله. إذا كان معك ربع تيوتا أو شاص تيوتا فلا تسوي هالحركتين. الحركة الأولى، إذا دخلت نفود الطعس لابد أنك تنسم الكفرات، خصوصا إذا كان على موترك جنور شمبر. هذه ضروري جدا، لأنك لو ما نسمت وبطنج الموتر معك احتمال يكسر عندك عكس أو يسبب مشكلة وأذى في الكورونا مباشرة بدون مبالغة. يا جماعة الخير حالات كثيرة أشوفها في الورش، ربوع تيوتا شيصان، تسأله وش السبب؟ منكسر عكس. ليش؟ قال والله إني ما نسمت في النفود، بطنج معي الموتر واستمر يبطنج وانكسر عندي العكس مباشرة. فمهم جدا انك تنقص الهواء، هذا الامر الاول. الامر الثاني، ربع التيوتا وشاص التيوتا اذا جيت احد مغرز انتبه تسحبه وانت بالريوس، لان طبعا تعرفون سحب الريوس عموما يضر مواتر الدبل كلها، لان السنن بتتعاكس. لكن في مواتر تتحمل مثل الفتك ما عندك مشكله، تسحب ريوس قدام ورا فوق تحت ما في مشكله، بطنجه ما بطنجه قليل جدا يصير في مشكله. لكن شاص تيوتا ربع تيوتا، اذكر واحد من الشباب قلت اسحب الواحد مغرز ابد بالريوس، من يوم ريوسنا مباشره طقت مع الكورونا الاماميه، ويلا يا ابو وليد الصمعاني. فاحرصوا يا جماعه الخير من هالحركتين، تراها تسبب مشكله كبيره.